خبز عراقي بالتنور بالفرن. كثير منكم طلبوا صور هالوصفة. تعال نشوف منو أحسن، بالفرن لو بالتنور. تابعوا الفيديو. بالعجانة خليتوا ملح طحين ومي، وأكيد راح نخلي خميرة، وخليتوا شوية صودا، ممكن تخلون أو لا، شي يخصكم. خليتوا بالأخير 3 خواشيق زيت، ما كان لها داعي صراحة يعني، بس هيك. خمرتوا ساعة العجين، قطيتوه، خليتوا عليه سمسم أو شو نكتوا نقول. طيب خبزتوه بالبداية بالفرن. طبعا أنا أعرف أخبز لأنه يعني خباز عتيق يعني. المهم الحرارة 300 من فوق ومن جوا، نحن الصينية، طلعت بهذه النتيجة. صراحة جيدة يعني، جيدة جدا. بس شفنا الوقت يعني يتأخر بالفرن، لهذا هو على التنور. أنا أحب خبز التنور أكثر صراحة لأنه أسرع. مثل ما تشوفون هاي الخبزات سويناها صغار شاشات، شلون طلعت حلوة، وعبارة عن جراسة وبابلز بس. وأنتم شنو تفضلون، التنور لو الفرن؟